آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال لك أكدت العديد من النقابات أن أي إصلاح لصناديق التقاعد ينبغي أن يقوم على الحوار البناء والتشاور من أجل بلورة رؤية متكاملة تضمن نجاعة واستدامة منظومة التقاعد في ظل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع المتقاعدين راح يحتاجوا، وخصوصا قدماء المحاربين، العسكريين، وحتى أن المدنيين ذوي الأجور الهزيلة. أما دوك لي الأجور السمينة راه مخبيين، راه قاع ما مسيقينش. قالك وأبرز الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ بالاعتبار التحولات الراهنة، القضية ديال الغلاء المعيشة، الغلاء الفاحش. قال لك وأضاف أن الاتحاد يرفض الاقتراحات المتعلقة برفع السن التقاعد إلى 65 سنة، واخا كلكم عرفتوها، ولكن الحكومة غدير بحال داك الشكل اللي كان دار الحكومة السابقة، طلعت ل 63، هادي بغات تكمل داكشي اللي بقى 65، غتزيد واحد عامين. قالك وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، يأكلون اللحم ويلوحوا العظام، مضيفا أن هناك سيناريوهات أخرى يمكن اعتمادها. قالك غيلقاو شي حل آخر يعتمدوا عليه، الله أعلم. قالك وتمنى المسؤول النقابي في المقابل التزام رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع الذي عقده مع الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي قرار دون حوار وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات. هذا من ناحية. نعم، ميرا الأمين، ميرا الأمين العام لاتحاد الشغال المغرب أكد على تشبت نقابته بضرورة الإصلاح مع الحفاظ كذلك على المكتسبات والحقوق لفائدة عموم الطبقة الشغيلة، مؤكدا السير في هذا الاتجاه في إطار العمل ضمن اللجنة التقنية التي ستبدأ شغلها في سبتمبر 2025 الوصول إلى توافقات. هاد 2000 في سبتمبر يلا غادي يدير عاوتاني واحد الحوار تاني مع النقابات مع الحكومة على القضية ديال الإصلاح التقاعد. قال وأضاف أن الاتحاد طرح مسألة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلائم مع الحاجيات الضرورية ولا يتناسب ومستوى المعيشة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في معاش المتقاعدين، يشوفوا من حالهم راه كاين اللي أقل من 1000 درهم. واعتبر النائب الأول كاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخارجي العالمي لوير أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وواقع الفئات التي لم تستفد من أي زيادة في الأجور أو المعاشات. هذه تقريبا 30 سنة ما استفدوا والو. وأشار إلى أن تحسين وضعية منظومة التقاعد يمر عبر إصلاح شامل يلامس القطاع غير منظم، غير منظم، ومعالجة مشكل البطالة وتعزيز الحكامة وتوجيه استثمارات الودائع بطريقة ناجحة، مضيفا أن دمج صناديق عملية ليست تقنية بل ينبغي أن تتم وفق معايير واضحة تراعي أفضل الممارسات. توصلوا حتى لهاد النقطة هادي، خصكم اللجنة، خصكم التقنية، خصكم فاش تزيدو داكشي وتزيدو ديك الزيادة الضخمة وداكشي اللي بيناتكم، ما تقولوا لا دراسة ولا لجنة ولكن فاش تجيو لهاد المسكين تتكتروا الهضرة حتى يدلف. وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية ترفض المساس بمكتسب المتقاعدين، على سموه الثلاثي الملعون، وترحب باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تعقيد الملف والحاجة إلى حلول مستدامة وعادلة. هنا سيدي مهم قالك هاد نهار اللي تعاقد دارو داك الاجتماع ب 17 يوليو 2025 بالرباط،
بزيادة عامة، يعني طلبوا هما زيادة عامة في المعاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام، وربط المقاربة الحكومية التي تحمل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تبعات ما تسميه بالإصلاح التقاعد. هاد إصلاح التقاعد راه هما بغا يوصلو ديك ديال 65 سنة، والزيادة بالاشتراكات والنقص في التقاعد في الأجرة، هادشي على ما فر منهم. وجاء في بلاغ الأمانة العامة لاتحاد التواصل به يعني بعض الجرائد الإلكترونية أن دعوة من رئيس الحكومة تم اليوم الخميس يعني 17 يوليوز على الساعة 3 زاولا مقر رئاسة الحكومة اجتماعا بين وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأخ الأمين العام الميلودي المخارق والسيد رئيس الحكومة، بحضور السادة الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد المغرب CMR وإركار ولا CNSS والCMR، المهم القطاع العام والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد وجب التذكير بأن الاتحاد المغربي للشغل كان قد جدد خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة رفضه التام والقاطع بالمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير قياسية من خلال التالوث الملعون. ديما تنهضرو على التالوث الملعون، الرفع الإجباري لسن التقاعد، رفع نسبة المساهمات، تقليص المعاشات، هذا هو الثلث الملعون. ومشددا بالحجة والبرهان على أن أزمة إذا ما كان هناك أزمة بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة ويعني وكلاو حتى رأس المال، وبأن ما تسمي الحكومة إصلاحا لنظام التقاعد يجب أن يمر أساسا وبدءا بسن الحكامة. هذا الصندوق المال ديال إذا ما خصوش يتمس، هما ندخلو به طولات جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف متأخر الموظفين والأجراء في هذه الصناديق. هما بغا يوصلوا لواحد الخطة، وهو أن موظف يخلص على المتقاعد، قطعو من الحيدو لقمو ليه، حيد من هنا وعطي لهذا. وخلال اجتماع اليوم اللجنة الوطني للتقاعد طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل في بداية اللقاء مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة بمعاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشرة التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين، وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني. قال لك وبعد هذا النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة تداول الحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركات النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يعاد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر، ما بعيد غير تازة، كل شيء قريب إن شاء الله. هذا شتنبر وغادي نشوفو. المهم من هادشي كله هو غادي يوصلوه لداكشي كما قلت لكم سبق لي أنه قلتها في الفيديوهات السابقة. إلا بغات تكون شي حاجة بغات تكون 2026 هذا بالنسبة للزيادة، هذا وغيكون به الإصلاح ديال المنظومة ديال التقاعد، يعني 2026 و 2027 تكون شي حاجة في 2026. تنظن بأنها تكون شي حاجة في الأول ديال 2026 وتقسم شي حاجة أجرة غتكون 1000 درهم وتقسم 500 درهم 2026 500 درهم 2027، وهادشي اللي غادي يكون. وها وجهي وجهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.